وهذا اخر ما توصل اليه العلم في صومعه الجرح. تروح ماسك اللقمه دي كده، حط فيها حته اللحم، بطاطسايه، فلفلايه، بصلايه، وبابا غنوجيه، مسمي الله. الاكله دي تتعمل منها نسخه ثانيه تتحط في متحف الكرش الكبير، وبالهنا والشفا عليا وعليكم. احنا دلوقتي بعد الفجر وانا حاسس بجوع، بفتح الثلاجه ما لقيتش اي حاجه تتعمل الا حاجتين، يا اما اكل فول يا اما اطلع شرايح ستيك واعملها على السريع. وهو ده اللي انا عملته، طلعت شويه ستيك هنعملها بطريقه سريعه ولذيذه، وبالمره كده لقيت عندي بتنجانيه فقلت اعملها بابا غنوج. يلا نبدا، بس كالعاده ندعي لامواتنا بالرحمه وبنصلي بينا على النبي. بسرعه كده كل اللي انت هتحتاجه معاك فلفل رومي الوان او اخضر حسب المتوفر معاك، والحامي لو عندك كمان، وهتحط معاهم جزرايه على طماطمايه على بطاطسايه وعلى طماطم شيري لو عندك، والثوم اهم حاجه، والثوم هنا الحاجتين، ثوم للحمه وثوم للبابا غنوج. واوعى تنسى شرايح البصله، والبصله تكون بيضه، يفضل ما تبقاش حمراء عشان تدي معاك مزازه. دلوقتي فاضل ايه على البوتاجاز، يلا على السريع. النار يا معلم، والجريل ما يوازي معلقتين سمنه، وطبعا يفضل سمنه او زبده حسب المتوفر معاك، لكن ما انصحكش بالزيت. وعلى ما يسخن نشغل الفرن بتاعنا عشان نشوي البتنجانه اللي هنعمل منها بابا غنوج. ونرجع للسمنه، سخنت وبقت عال العال، وننزل عليها بقطع اللحمه تاخد الصدمه بتاعتها من كل اتجاه، تاخد بس اللون بتاعها وتقلب على طول. دلوقتي بقى هننزل بالثوم، فص كامل وفص متقطع شرايح. اهم حاجه ان النار تبقى عاليه بس عشان تديها الصدمه الاولانيه. طبعا لو عندك روزماري فريش هتبقى عسل قوي قوي قوي. دلوقتي بقى هننزل بالخضار اللي قطعناه، الفلفل والبصل، ودقيقه هننزل بالطماطم. حاول بقى تقلب كله في بعضه. طبعا بقى هنفضل نقلب فيه واحده واحده كده، ونجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق والشمال يمين واليمين شمال لحد ما كله يتجانس مع بعض. والفلفل والبصل زي ما انتم شايفين يبدا يدبل. اول ما يبدا يدبل ندخل في مرحله البهارات، ملح، فلفل اسود، السبع بهارات لحم. حاول بس تقلب دول كده كلهم في بعضهم الاول عشان ننزل بالطماطم وباقي الصوص. ودلوقتي هننزل بالطماطم والجزر وشويه دبس الرمان يعلي الكلام. ولو عندك صوص باربيكيو اوبا بقى، صويا صوص حط يا عم حط، مش هيقول لك لا. كل دي سوائل احنا هنحتاجها لان لسه كل ده هيخش الفرن. وحاول بقى تقلب كله في بعضه بس بشويش من غير ما تبهدل نفسك. على فكره لو عايز تاكلها كده احنا تقريبا خلصنا، بس انتوا عارفين انا بحب احط التركات بتاعتي حتى لو بصور الكلام ده بيني وبين الناس ومش عارف اذا كنت هنزله او لا. بس التركات اللي انا هعملها هحطها في صينيه بايركس، واحط معاهم الطماطم الشيري والبطاطس المكعبات، وادخلهم فرن شويه عشان يعملوا احلى حركات. حلو قوي الكلام ده. هنطفي عليه النار وهنفضيها في صينيه بايركس وهنجهزها. الاول ما البتنجان يخرج من الفرن هندخل الصينيه الفرن. بص هو اللي انا هعمله ده مش عارف اذا كان اصلا هينفع او لا، بس الحياه تجارب واحنا بنجرب مع بعض. صينيتنا الحلوه والخلطه الجميله بتاعتنا فضيها هنا، ايوه زي ما هي. ده احنا عايزين الصوص ده اصلا. انزل يا حلو قوي. هنا بقى هنحط البطاطس، هنوزعها كده، والطماطم الشيري، كوبايه بقى ميه سخنه نحطها عليه، ما يوازي كوبايه ميه سخنه. هوبا هوبا، نعمل لها بقى توزيعه كده، بس كفايه كده. كده مش ناقصنا اي حاجه، هندخلها الفرن من غير ما نغطيها عشان تاخد الغلوه والبخار يتبخر والصوص يتشرب والحياه تحلو، ونستطعم وندوق بعد ما نعمل البابا غنوج. اهم حاجه يا باشا المواعين اول باول عشان ما تتكومش عليك، لان دي اكتر حاجه ممكن تخنقك وانت في المطبخ. ودلوقتي هنطلع البتنجان اوبا، وزي ما قلت لكم نحطها من تحت تاخد غلوتين. البتنجان نقشره بقى تقشيره سريعه عشان خاطر نعمل منه بابا غنوج. عايز اقول لك ان دي اسرع طريقه تقشر بيها البتنجان الرومي لما تكون شويها عشان تعملها بابا غنوج، عشان بعد ما نقشره نحطه في الطاجن بتاعنا اللي هنجهز فيه. هرسه سريعه وهو سخن عشان يفرد معاك بسرعه. طبعا احنا عملنا البابا غنوج باكتر من طريقه، منها اللي بخضار ومنها الطبيعي ومنها بالتركات بتاعتنا، بس احنا المره دي هنعملها بالطريقه التقليديه جدا عشان خاطر ان انا جعان. حبه طحينه حلوين ونكمل فيهم تقليب لسه، ما تقلقش. اوعى تنسى الثوم، ملح، كمون، بابريكا لو عندك، شطه، واوعى تعطس، وخل طبعا معاهم ليمونيه تزغلل العين. ايوه احلى حاجه تغسل كل حاجه اول باول. قلب بقى الخليط ده ان شاء الله فله كده. اللحمه في الفرن بتاخد الغلوه والبابا غنوج كمان اتعمل واتركن، ومش ناقصنا بس غير ان اللحمه تخلص غلوتها. اول ما اللحمه تاخد غلوه نديها تقليبه ونرجعها تاني عشان اللي على الوش ما يتحرقش، ولا ايه؟ الريحه بتقول لك قصص وحكايات قسما بالله. نرجعها تاني الفرن لحد امتى؟ لحد اما تاخد غلوه كمان والصوص يبدا يتشرب اكتر، هناكل على طول. اتقل تاخد شغل نضيف. ودلوقتي جه ميعاد ان احنا نطلعه من الفرن. بصوا الحلاوه، حلويات نسمي الله. الطبق بتاعنا فيه حبه بابا غنوج، حته اللحمه الظريفه، الخضار معاهم، طماطم الشيري ده اساسي، اخر حلاوه وشقاوه وطعام. وهذا اخر ما توصل اليه العلم في صومعه الجرح، او تقدر تسميها نتيجه جوع الفجر. ما خدتش مننا بالظبط نص ساعه او ساعه الا ربع تحضير. وعشان ندوق الطعم كالعاده هنسمي الله وبيمين ندوق. بطاطس، لا بابا غنوج، البطاطس، الجزر، طبعا انت كل ده مستني اللحم، انا عارف انا عارف. بسم الله.
اتزفلطت، وده معناه ان هي زبده. ومش هطول عليكم في الكلام عشان انا جعان، بس لو عملت زيها ابعتها لي على الانستجرام. وكان معتاد في الختام ما تنساش فولو لايك والشير وتمنى لي من قلبك الخير. ولو بتتفرج على اليوتيوب ما تنساش سبسكرايب، ولو بتتفرج على الفيسبوك ما تنساش فولو واللايك. وادعي لامواتنا بالرحمه بما فيهم امي، وصلي بينا على نبينا الكريم برعايه الله وحفظه. ساي الزبده على عيونكم.